لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. تطبيق بالم تطبيق تبع شركة بالم، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على سوق المال. تقدر عن طريق التطبيق دوت إن أنت تستثمر أموالك. يعني مثلا لو أنت معاك 20,000 جنيه أو 10,000 جنيه، أيا كان المبلغ اللي معاك، فعندك 3 طرق لاستثمار فلوسك ديت عن طريق التطبيق اللي بيبقى فيها مديرين محترفين لاستثمار المبلغ دوت. بس انت كل المطلوب منك ان انت تحدد، هل انت عايز آم، مبلغ او يعني ارباح قليلة مع مخاطرة قليلة، ولا عايز ارباح كبيرة مع مخاطرة عالية وريسك عالي، ولا عايز تبقى في الامان خالص. دول 3 محاور. الامان خالص ان انت تستثمر في الذهب. هتحط اي مبلغ انت عايز تحطه في الذهب، هيبقى استثمار طويل الاجل. وطبعا انت متحافظ على نفسك من التضخم، لان الذهب هو اكتر عملة تقدر عن طريقها تحتاط من التضخم. ممكن لو انت المبلغ اللي انت معاك وليكن 20,000، فعايز تستثمره، ممكن تعمل منه مثلا وليكن 60% من المبلغ ده ومن قيمة المبلغ ده في الاستثمار في أذون الخزانة، وفي صناديق الاستثمار، وفي صناديق الودايع اللي انت تقدر تاخد منها عائد ثابت مفهوش مخاطرة. ممكن تعمل 20% للذهب عشان التحوط من التضخم زي ما قلنا. ممكن تعمل 20% في الأسهم اللي في البورصة، والأسهم في البورصة هي أعلى عائد زائد أعلى مخاطرة. فانت معاك 80% من قيمة فلوسك عائد ثابت، وتحوط من التضخم عن طريق الذهب وزيادة، يعني على المدى الطويل أحسن من غيرها كتير، وبتحافظ على قيمة فلوسك جدا جدا جدا. بخلاف طبعا صناديق الاستثمار والودايع وأذون الخزانة، ديت بتبقى قيمة الفلوس بتقل لكن العائد هو اللي بيزيد. فانت تقدر عن طريق التطبيق دوت ان انت تستثمر فلوسك، وتقدر تشتري في صناديق الاستثمار وتبيع في اي وقت وتسيل فلوسك. يعني معاك فلوس وعايزها بعد 5 سنين، هتقدر تستثمرها في حاجات كتيرة جدا، وبعد ال5 سنين هتشوف الاستثمار ده ونتيجته عاملة ازاي. عايز حاجة خلال 6 شهور، هتقدر تحدد، انت اللي تقدر تحدد عايز المبلغ بتاعك ده عايز تستلمه بعد قد ايه، عشان التطبيق يحدد لك انسب الصناديق اللي تقدر تستثمر فيها. فالتطبيق سهل جدا وتحت اشراف الرقابة العامة لهيئة سوق المال. تقدر تشتري في اي وقت وتبيع في اي وقت وتحول فلوسك على محفظتك في اي وقت. لو عندك اي معلومة ايجابية او سلبية عن التطبيق، ياريت تكتبها لنا في الكومنتات تحت الفيديو، وانا هثبت تعليقك سواء ايجابي او سلبي عشان الكل يستفيد من تجربتك الشخصية مع التطبيق. شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واستناني تاني في تطبيق جديد عشان اقولك الجديد والمفيد في عالم التطبيقات.